اخيرا فيلم ذا فانتاستيك فور الجديد وصل، وخلي بالك دي مش اي قصه اصليه وسلام. الفيلم ده بياخدنا لعالم كده كانه من المستقبل بس بنكهه السبعينات، عالم فيه العلم والعيله والتهديد الكوني بيصطدموا بعض بشكل عمرنا ما شفناه قبل كده. اول عيله في عالم مارفل بتواجه اصعب اختبار ليها لما بيظهر جالاكتيكوس الاله الفضائي اللي بيبلع الكواكب مع المرسال الصمت بتاعه سيلفر سيفر اللي ما بيرحمش. بس لما الدمار ما يبقاش بس مشكله للعالم ويبقى حاجه شخصيه، ساعتها الدراما بتشتغل. فهل هيعرفوا يوازنوا بين قوام الخارقة وروابطهم كعيلة؟ يا ترى النسخة الجديدة دي هتكون قد إرث مارفل؟ البس البدلة عزيزي المشاهد، لأن اللي هتشوفه مش مجرد ملخص، ده بداية عصر جديد مميز من الفانتازيا. كل حاجة بتبدأ على كوكب الأرض في العالم رقم 828. بنشوف العبقري مستر فانتاستيك بيرتب حاجته وهو بيدور على تركيبة غريبة شوية، صبار معيود. ولما ما بيلاقيش مراته سو ستورم المعروفة باسم المرأة الخفية، بتعرض تروح تدور له عليه. بس فجأة حاجة بتقلقها فبتخرج من الحمام ووشها متوتر، وبدل ما تكمل تدور بتقرر توريه اختبار حمل طلع إيجابي. لمدة 2 سنين كانوا بيحاولوا مفيش فايدة. الموضوع بقى مؤلم لدرجة إنهم بطلوا يتكلموا فيه واستسلموا لفكرة إن ممكن ما يكونوش اب وام. بس اليوم ده غير كل حاجه، المشاعر بتغمرهم، اعمق امنيه في قلبهم اتحققت، هيبقوا عيله. بعد كده بننقل لمشهد احتفالي بمناسبه مرور 4 سنين على تاسيس الفانتاستيك فور. المقدم بيحكي حكايتهم على انهم 4 مستكشفين شجعان، الدكتور ريد ريتشاردز واعز اصحابه بين جريم ومراته سو ستورم واخوها جون ستورم، طلعوا في بعثه للفضاء غيرت حياتهم للابد. خلال المهمه دي اتعرضوا لعاصفه كونيه مفاجئه غيرت تركيبه الدي ان ايه بتاعتهم تماما. ولما رجعوا الارض بدات تظهر عليهم قدرات خارقه، ومع الوقت بقوا الفانتاستيك فور. وفهمهم الاولى بعد التحول واجهوا وحوش ضخمه وتحديات خلتهم يثبتوا قوتهم وترابطهم. ومن اشهر بطولاتهم كانت المواجهه مع رجل الخلد اللي حاول يسرق مبنى بانام، بس الفريق تصدى له بسرعه ووقفوا عند حده. كمان احبطوا مخطط المفكر المجنون اللي كان ناوي يخرب مدينه نيويورك، وقدروا يهزموا شبح الاحمر والنسناس الخارق اللي معاه، وده كله بالاصرار وروح الفريق. شجاعتهم خلتهم مش بس ابطال، لا بقوا رموز. المجتمع بدا يشوفهم كامل. سو ستورم كمان اثبتت ان عندها موهبه دبلوماسيه حقيقيه لما قدرت تتواصل لاتفاق سلام مع رجل الخلد نفسه. وفي الحفله الجمهور كان بيسقف ويهتف ليهم وهم بيتقدموا واحد واحد. العبقري مستر فانتاستيك، والاستراتيجيه سو ستورم، والمندفع جون ستورم المعروف بالشعلة البشريه، والصلب الصخري بن جريم. الكل بيحبهم وبيشوف فيهم جزء منه. بقوا اكتر من مجرد ابطال، بقوا حماة الناس. وبعد الاحتفال بنشوفهم بيجهزوا عشان يتعشوا سوا كعيله، ومعهم الروبوت المساعد بتاعهم اللي دايما شغال بكفاءه وولاء. سو وريد بيجوا متأخرين شوية، وبيطلع هزار عن التأخير بيخلي صوت تتلخبط لحظة، وده بيضحك الكل ويخلي فيه شوية شكوك. ومع ملاحظة تصرفاتهم الغريبة الفريق بيبتدي يحس ان في حاجة. في الاخر سو بتقول لهم انها حامل، والفرحة بتغمر المكان. الكل بيتأثر زي ما الاب والام المستقبلين اتأثروا. بيحتفلوا بانهم هيبقوا خلوة عم، وبيقولوا انهم هيكونوا قد المسؤولية. عيلة الفانتاستيك فور بتكبر، والكل حاسس ان الاحلى لسه جاي. حتى في نشرات الاخبار بدأوا يتكلموا عن الخبر المفاجئ، هيكون في فرد خامس في فريق الفانتاستيك فور. الحماس بيزيد، وكل واحد في الفريق بيبدأ يستعد بحماس لاستقبال البيبي. بيرتبوا الدنيا وبيتعلموا عن تربية الأطفال، وبيحاولوا يكونوا مستعدين للدور الجديد اللي مستنيهم. بس في سؤال كده بيجي في دماغ الكل، يا ترى المولود هيجي ومعاه قدرات خارقة ولا هيكون إنسان عادي؟ وأثناء زيارة عشان يعملوا سونار بيجي إنذار من الفضاء يقطع اللحظة دي، وساعتها جوني بيدخل متحمس جدا لأنه لقى التصميم الجديد لبدل الفريق. لكن مستر فانتاستيك بيرد عليه البداية، بيقول له إن في إشارة جديدة لازم يركزوا فيها فورا. بيبدأوا يجهزوا عشان يستقبلوا الإشارة، لكن فجأة النور بيقطع وكل حاجة بتدخل في ضلمة. جوني من غير تفكير بيولع نفسه عشان ينور المكان ويخليهم يكملوا اللي بيعملوه. بعدها بشوية سو ستورم بتكتشف ان جوزها سلم مهمة تركيب سرير البيبي للروبوت المساعد. لما بتدور ورا الموضوع اكتر بتكتشف ان ريد كان شغال في سر على جهاز معقد بيحلل اذا كان البيبي هيحصل له اي تغيرات جينية او يطلع عنده قوة خارقة. مستر فانتاستيك بيحاول يشرح لها ان اي حد يقدر يركب سرير، لكن قليل اللي يقدروا يبنوا جهاز يعرف اذا كان الطفل اتاثر بالاشعاع الكوني اللي غير الحمض النووي بتاعهم. هو شايف ان الاحتياط واجب لان ممكن يحصل حاجات محدش يتوقعها. بس سو هي هاديه وعندها قوه داخليه بتقرر انها ما تعتمدش على الجهاز. باستخدام قدراتها بتوري ريد صوره واضحه للطفل اللي جواها، طفل شكله طبيعي جدا على الاقل من بره. كل حب وايمان بتثبت له ان في حاجات مش محتاجه تتحسب عشان نفهمها. في ناحيه تانية من المدينه بين جريم
المعروف بذا سينج بيتمشى وسط الناس وبيقابلوا شويه عيال معجبين بيه وبيطلبوا منه يشيل عربيه كده كهزار. بيبتسم بن وفعلا بيشيلها بكل سهوله والعيال بيهللوا وهم فرحانين. ولما يرجع البيت ريد بيقول بكل فخر انه اخيرا خلص تركيب السرير وبيشرح انه كان بيجمع بيانات طول الوقت عشان يتفادى اي خطر ويحاول يبني مستقبل امن للبيبي. لكن اول ما الامور بتبتدي تهدى السما بتتشقق، حاجه غريبه بتنزل من فوق. جوني بيولع نار ويطير بسرعه عشان يشوف في ايه، وهناك بيشوف مشهد مرعب. شخصيه قويه جدا اسمها شالابال وصلت للارض ونشرت الفوضى وراها. الفانتاستيك فور بيتجمعوا فورا على الارض عشان يواجهوا التهديد. شالابال بصوت هادي لكن تقيل بتعلن ان كوكبهم اتحكم عليه بالفناء وان عالمهم خلاص هيتدمر بقوه مدمره مش ممكن تتوقف. بتقول ان مفيش حل غير انهم يتقبلوا النهايه، وبتطلب من الكل يحتضنوا احبابهم ويعترفوا بحقيقتهم قبل فوات الاوان. بصوت تقيل ومن غير تردد بتعلن بدايه النهايه. ده مش مجرد تحذير، ده حكم. بتعلن وصول جالاكتيكوس. جوني بيقرر يطارد شالابال بعزم، لكن لما بيوصل لها بتوقفه بكل برود وتحدفه بعيد بحركه بسيطه جدا. قدام التهديد اللي بيقرب الفانتاستيك فور بيبداوا يتتبعوا تحركاته، واثناء تحرياتهم بيكتشفوا نمط غريب ومرعب. مجموعه كواكب اختفت تماما من غير اي اثر وكلها كانت مرتبطه بنفس مصدر الطاقه. والمفاجاه ان في كل كوكب من دول كانت شالابال موجوده. جوني بيقول لهم ان وقت مقابلته القصيره معاها اتكلمت بلغه هو ما فهمهاش، بس حس بنبره كلامها القويه وانها سابت في اثر. بعدين قرر يقعد يراجع تسجيلات قديمه فيها لغات من الكواكب، وبعد بحث طويل وصبر قدر يحدد لغه قريبه جدا من اللي كانت بتتكلم بيها. في الوقت ده مستر فانتاستيك بيعرض على الفريق البدلات الجديده اللي صممها بتكنولوجيا متطوره جدا. بيشرح ان البدلات دي بقت مجهزه عشان تتحمل اقصى الظروف سواء في المعارك او الاستكشافات الفضائيه. سلامه الفريق وسلامه البيبي اللي جاي بقت اهم اولوياته. الفريق بيرجع يظهر في احتفال كبير قدام الناس. ريد ريتشاردز بياخد المايك وبيفكرهم ان من 4 سنين ما كانوش غير مستكشفين عندهم حلم واحد هو غزو الفضاء، وكان يكون بالنسبه لهم هو الحدود الاخيره. وعد باكتشافات كتير لكن المجهول بيجي دايما مع خوف وتحولات ومسؤوليه. عشان كده النهارده راجعين للفضاء بس مش كحالمين، راجعين كحمال البشريه. بين جرين بيقرب من ريد يشكره على البدله الجديده، لكنه كمان بيفكره بحاجه مهمه، انه يبطل يلوم نفسه على اللي حصل زمان. ريد لسه شايل في قلبه ان تصميمه للبدلات القديمه هو سبب في التحولات الجينيه اللي حصلت لهم. لكن بن وبصراحته المعهوده بيطمنه ويقول له ان ما حدش بيحمله ذنب حاجه، وانهم ما ينفعش يشيلوا الحمل ده معاهم في المهمه الجديده. وبقلوب ثابته وهدف واضح بيودعوا الناس ويركبوا المركبه، وبمجرد ما بيربطوا الاحزمه الرحله بتبدا. الارض بتبقى وراهم وبيخشوا في الفضاء العميق بسرعات اسرع من الضوء، رايحين يدوروا على جالاكتيكوس رغم ان مفيش حد يعرف شكله الحقيقي. بعد بحث مكثف بالرادار بيلقطوا اشاره طاقه قويه جدا. بيتتبعوا الاشاره لحد ما بيوصلوا لكوكب بيتاكل حرفيا وما فيهوش اي رحمه. كل اللي كان عايش على الكوكب بيتاكل ويختفي قدامهم. ومستر فانتاستيك بيحسب ان المركبه اللي بيقودها جالاكتيكوس اكبر من كوكب الارض ب 13%، وده بيخلي التهديد شكله مرعب اكتر واكتر. سو ستورم باستخدام قدرتها على التخفي بتتسلل جوه الهيكل العملاق، لكن رغم كده بيتم رصد وجودها. جالاكتوس الكائن اللي قوته مش ممكن تتفهم بيفحصهم واحد واحد حتى الجنين اللي في بطن سو. شالابال بتظهر تاني وبنبره تقيله بتقول لهم ان جالاكتيكوس مستعد يستقبلهم، وبتضيف انهم ما كانوش المفروض ييجوا من الاساس. اول ما بيهبطوا الابطال بيجهزوا نفسهم لمواجهه حاجه ما يعرفوش عنها حاجه، وبيطلبوا من الروبوت الوفي بتاعهم هارفي انه يجمع عينات من كل حاجه حواليهم عشان يحللوها. لكن شالابال ببرود بتوضح ان جالاكتيكوس مش هو اللي بيختار الكوكب اللي ياكلها، هي اللي بتحدد، وده واجبها وفي نفس الوقت لعنتها. جوني بيقرب منها وقلبه بين الشجاعه والحيره ويسال عن الكلام اللي قالته لما رمته من على لوحتها. شالابال بتبصله بنظره غامضه جدا وبترد الكلمه دي في لغتها معناها موت وانت وسط ناسك. واخيرا بيوصلوا قدام جالاكتيكوس الكائن اللي الكل بيخاف حتى من اسمه، لكن المفاجاه انه ما بيهجمش عليهم فورا، بالعكس بيكرمهم انه يسمعهم بصوت عميق اقدم من عمر الكون نفسه. جالاكتيكوس بيكشف انه كان زيهم في يوم من الايام، بشر عادي ضعيف وصغير من ملايين السنين قبل ما الجوع الكوني يسيطر عليه وقبل ما يتحول الكيان اللي بياكل الكواكب. وهو بيبص لهم بنظره فيها كبرياء ولا مبالاه، بيقول لهم انهم جم من مكان بعيد عشان يتوسلوا له يرحم كوكبهم. بيقول انه فاهم انهم شايفين نفسهم يستحقوا الانقاذ، لكن الحقيقه ان هو مش مهتم بيهم. اللي شاغل باله هو الطفل اللي لسه ما اتولدش. جالاكتيكوس بيعلن ان الطفل ده ابن ستورم، وريد ريتشاردز هو المفتاح. جواه قوه بتفوق الفهم البشري، قوه كونيه قديمه جدا وبتستعد تصحى، وعشان كده جالاكتيكوس بيعرض عليهم صفقه. هيسيب الارض في حالها بس في المقابل يسلموا الطفل، لانه شايف ان الطفل ده مش مجرد ابن عادي، ده فرانكلين ريتشاردز. في سجلات الكون الطفل ده معروف باسمه متحول من مستوى اوميجا، حامل لقوه ضخمه جدا منها التحكم في الواقع نفسه وقدرات ذهنيه هائله، وفي كذا مستقبل محتمل بيتشاف كواحد من اقوى الكائنات في الكون كله. لكن دلوقتي القوه دي لسه
لسه نايمه جوه جسم لسه ما اتولدش. وفي اللحظه دي بالذات وكأن القدر قرر، سو ستورم بيجي لها الطلق، الميه بتاعتها بتنزل والقرن بيطش والولاده بقت وشيكه جدا. جالاكتيكوس بصوته اللي بيرن في كل حته بيعلن حكمه، هيبتدي ياكل الارض ببطء عشان الطفل يشوف كل حاجه بعينه. شالابال المرسال بتاعه بتقف قدامهم عشان تمنعهم من الهروب، والمواجهه بتبدا. الفانتاستيك فور بيقدروا يوقفوها بشكل مؤقت، بيجروا بسرعه يركبوا المركبه بتاعتهم، بيهربوا باقصى سرعه، لكن شالابال مش بتستسلم، بتجري وراهم وسط الفراغ الكوني وبتوصل لسرعه الضوء لانها برضه بتتحكم في السرعه دي. واثناء المطارده بتحاول تدخل جوه المركب عشان تخطف الطفل. جوني ستورم بيطلع عشان يوقفها، لكن بيقف متردد. من اول لحظه شافها حاجه جواه اتغيرت، حاسس بجذب غريب ليها، مبهور بيها ومش قادر يضرب. وكمان قوانين الفيزياء بتلعب ضده، سرعه الضوء بتشوه هجماته وتخليها ملهاش تاثير. الفريق بياخد قرار بتنفيذ خطه جديده، بيقللوا من شده مجال السرعه، خطوه خطيره جدا ممكن تسحبهم كلهم لجوه الكورونو سبيس، الفضاء الزمني. بس مفيش بديل. في الثواني القليله دي سو ستورم بتستخدم قوتها وبتخلي المركبه كلها تختفي، وده كان كفايه. بيقدروا يضللوا شالابال اللي بتتعلق وسط طيارات مضطربه في الفضاء الفائق. الخطر المباشر اتجنبوه، لكن الوقت مش في صفهم، مفيش وقود كفايه عشان يرجعوا بسرعه للارض. سو ستورم مرهقه ومتالمه ومش قادره تستنى اكتر، بتبدا تدفع عشان تولد، وريد بيكون جنبها ماسك ايدها بيوجهها بعقله وقلبه وسط الفوضى الكونيه. وهكذا في نص الكورونو سبيس، مكان الزمن والماده بيتنيوا فيه زي الورق، بيتولد فرانكلين ريتشاردز، كائن جديد ملفوف في نور وسكون كوني يمكن في يوم يغير مصير الكون كله. وبعد غياب دم شهر كامل، الفانتاستيك فور اخيرا بيرجعوا للارض. المركبه بتهبط وعلى طول الحشود بتخرج تستقبلهم، تسقيف وهتافات ودموع فرح بتغرق الشوارع. الناس حاسه ان رجوعهم نصر نهائي وانهم انتصروا على جلاكتيكوس، لكن الابطال نازلين بوشوش حزينه. مستر فانتاستيك بياخد الكلمه وسط الدوشه، بيقول الحقيقه اللي محدش عايز يسمعها، جلاكتيكوس ما تهزمش، هو قدر يتفاوض معاه بس الثمن كان خيالي. جلاكتيكوس طلب حاجه مستحيل ان يديها له، حاجه تخص ابنه اللي لسه مولود. وفي نفس الوقت شالابال بتنجح في الهروب من سجنها في الفضاء الفائق وبتروح ترجع لسيدها. جلاكتيكوس ببرود كالعاده بيقول لها ان هي والطفل بيحملوا قوه ما تتوصفش، وان فرانكلين ريتشاردز هو المفتاح. طفل عنده طاقه لا نهائيه ممكن تشبع جوعه الابدي وتخليه يرتاح اخيرا. شالابال لازم تلاقي الطفل وتوصل له. ريتشارد حاسس بالعجز قدام كائن بيعدي حدود الفهم البشري. جلاكتيكوس مش شايف فرانكلين كطفل، شايفه كخليفه وعاء مثالي يعرف لعنه القوه الكونيه. والاسوأ انهم ما عندهمش خطه، مفيش اي حاجه. وسط الفوضى جوني بيجي لاخته ومعاه خوذه غريبه. جوه الخوذه كان مخزن فرمونات مرتبطه بشالابال بتسمح بعرض رسائل سريه. جوني بيقول انه سمع صوت ده قبل كده بتسجيلات لغات من مجرات تانية، وبالمعلومه دي شايف انه ممكن يساعد مستر فانتاستيك يفهم طبيعه شالابال الحقيقيه. لكن قبل ما يلحقوا يتحركوا الاخبار بتعلن ان الشارع بيغلي، والناس بتطالب بقوه ان الفانتاستيك فور يسلموا الطفل عشان ينقذوا الكوكب. الضغط الشعبي بقى مرعب، وريد بيحاول يهدي سو، بيقول لها انه مستحيل يوافق على الطلب ده لكنها بتقاطعه. هي عارفه ان مجرد ان الفكره خطرت في باله وحتى لو لحظه ده كفايه يهز ثقتها فيه. وبدون كلام حزينه ومكسوره بتمشي وتسيبه. التوتر في الشارع كان خانق، الناس كلها نازله في مظاهرات بتطالب بحاجه ما تتقالش، ان الطفل يتسلم مقابل انقاذ العالم. عدم اليقين اتحول لهستيريا، والخوف بقى شعله مولعه من ياس الناس كلهم. وفي وسط الفوضى دي طلعت شخصيه من قلب المبنى، لا كانت لابسه كاب ولا شايله درع ولا لابسه بدله، لكنها كانت ماشيه كأن ما فيش حاجه في الدنيا تقدر تلمسها. ستورم ظهرت بوشي ثابت وخطوات واثقه وقلبها مولع نار. كانت شايله في حضنها ابنها اللي لسه مولود فرانكلين ريتشاردز، الطفل اللي الدنيا كلها شافته تهديد قبل ما حتى يفتح عينيه على الكون. مشيت وسط الناس كانها منوره في وسط عاصفه، ما وقفتش لا على صريخ ولا على يفط ولا على كاميرات. كل خطوه كانت بتقول حاجه، انها مش جايه تستاذن، دي جايه توضح كل حاجه. ولما وصلت لمنصه عملت كده على السريع، وقفت فوق الناس كلهم. في اللحظه دي المدينه كلها حست انها مش قادره تاخد نفسها. الوشوش اللي كانت من شويه مليانه غضب بقت دلوقتي فيها شك. المنظر نفسه ما يتسكتش عليه. واقفه قدام حكم العالم شايله في حضنها اغلى حاجه الكون اداها لها. ما اعتذرتش ولا قالت وهد فاضيه، قالت الحقيقه ببساطه وبقوه. الطفل ده مش رمز ولا سلاح ولا ثمن، ده ابنها. ولو العالم فاكر انه له حق يطلبه، يبقى هيتفاجئ لحد فين ممكن توصل عيله متماسكه. هي ما كانتش ناويه تضحي بابنها عشان تنقذ الارض، بس برضه ما كانتش هتسيب الارض تتدمر عشان تحمي ابنها. بقلبها كانت خلاص حددت الخط اللي ما ينفعش يتعدى. في اليوم ده ستورم ما احتاجتش تعلي صوتها ولا تستخدم قوتها، كان عندها عزيمه تحميها وحب يديها القوه. وقدام عيون الملايين خدت قرار ما فيش قوه في الكون تقدر تكسره، انهم هيحاربوا مش عشان واجب ولا شهره، لكن عشان الحاجه اللي بجد تستاهل. هيحاربوا عشان ابنهم، عشان البشر، عشان المستقبل. وهيعملوا ده زي ما تعودوا دايما مع بعض، عيله ما تتكسرش. الكل بيسقف وبيوافق. بعدين مستر فانتاستيك قال عنده الحل النهائي، ينقل الارض المكان بعيد قوي لدرجه ان جلاكتيكوس عمره ما يلاقيها. وشرح انه بنى جسر بين الابعاد، بس لحد دلوقتي قدر بس ينقل بيضه صغيره كده كام متر. رغم كل ده بيعرض قدام البشريه كلها خطته الجريئه، وهي انه ينقل الكوكب كله لركن بعيد
في الكون يقدروا يستخبوا فيه الملايين السنين. عشان يحققوا الانجاز ده هيستخدموا كل الموارد اللي تحت ايدهم، وكمان بمساعده الناس لازم يوفروا كل نقطه طاقه ممكنه. كل واحد في الشعب لازم يعمل اللي عليه ويقلل استهلاكه للكهرباء لاقل درجه، لان الطاقه دي هتكون اساسيه عشان يشغلوا الجسور الكوانتيه اللي هتنفذ نقل الكوكب. في الوقت ده جوني قدر يفك الشفره اللي كانت مكتوبه بلغه شلابال القديمه، وبكده بقى جاهز ينفذ الجزء بتاعه من الخطه ويبدا في تحريك الارض. لكن اول ما الامور بدات تمشي زي ما كانوا متوقعين، شلابال ظهرت فجاه وبدات تبوظ التوصيلات ووقفت العمليه في لحظه حرجه. جوني من غير ما يتوتر خرج يواجهها وشغل لها الرسائل اللي اتلقطت من اعماق الفضاء، وبلغتها قال لها انه اكتشف حكايتها، انه قدر يركب اجزاء من ماضيها من الشظايا اللي في لغتها، وقال لها انه عارف هي كانت مين، عالمه عبقريه. ولما جلاكتيكوس وصل لكوكبها وعدته بالولاء الابدي عشان ينقذ عيلتها، وهو وافق بالفعل وحولها. والرسائل دي كانت في الحقيقه شكر من الكوكب الوحيد اللي جلاكتيكوس سابه في حاله. ولما واجهها بالحقيقه، جوني فكرها بالذكريات اللي كانت بتحاول تدفنها، فكرها ان هي اللي كانت بتدل جلاكتيكوس على الكواكب اللي اتدمرت، وانها دلوقتي بتجيبه على الارض. شلابال وهي حاسه بالذنب انسحبت وهي باين عليها التاثر. جوني فضل وراها بيحاول يوصل للانسان اللي جواها، قال لها انه كل اللي بيعمله هو انه بيحاول يحمي كوكبه زي ما هي كانت بتحاول تحمي كوكبها زمان. هي وهي مكسوره نفسيا طلبت منه يسلمها الطفل، قالت له انه لو فرانكلين كان اكبر كان هو نفسه ضحى بنفسه زي ما هي عملت. جوني هو متاثر عرض نفسه بدل الطفل، بس هي رفضت، قالت له انه ما ينفعش هو اللي يقرر كده. وساعتها وبنبرة باردة ومستسلمة شلابال قالت لازم ينقذوا الطفل، حتى لو ده معناه انهم يضحوا بالعالم كله طالما لسه في وقت. ساعتها وبعد مناقشة طويلة قرروا خطة جديدة، مش هيحاولوا ينقلوا الكوكب بعيد عن العملاق، بل هم هينقلوا العملاق نفسه بعيد عن الكوكب. المفتاح هو انهم يفصلوا جلاكتيكوس عن مركبته اللي هي مصدر طاقته وتحديد مكانه. لو الحسابات صح هيقدروا يبعتوه لأبعد حتة في الكون، ومن غير مركبته هيبقى محبوس تايه في واسع الفضاء. سو ستورم بدأت تتكلم وشايفة ان الخطة ليها امل، بس حذرت ان في شرط اساسي، لازم يستخدموا قوة الطفل فرانكلين. في الاول الكل رفض فكرة انهم يورطوا الطفل، كانت مش مقبولة خالص، لكن قلة الحلول خلتهم يعيدوا التفكير، وفي الاخر هم متضايقين بس حاسمين وافقوا وابتدوا ينفذوا الخطة. عشان يظبطوا العملية استدعوا هارفي اللي معروف باسم الرجل الخلد، خبير في كل ما هو تحت الارض، هو اللي بيقود اجلاء الناس للمخابئ اللي تحت الارض عشان يبقوا في امان من المعركة اللي جاية. وتحت قيادته الالاف بدوا يتحركوا لتحت، وفي نفس الوقت فوق الارض كله بيتجهز للحظة الحاسمة. الفانتاستيك فور وقلبهم متقطع قادوا الطفل فرانكلين للنقطة المحددة، حطوه في مكان معين في الارض كطعم، بس التوتر كان فظيع، الكل ساكت ومستني. جلاكتيكوس نزل من مركبته العملاقة ساكت ومرعب، بدأ يمسح المكان بعينيه بيدور على الطفل، وجوده كان بيشوه الجو والهواء بيرتعش. اول ما لمس الارض الاربعة نفذوا خطتهم، هجموه من كذا اتجاه عشان يخلوه يتهز ويتشد ناحية الفخ اللي حطوه، لكن بسرعة فهموا حجم المشكلة. جلاكتيكوس ابدي مش قادرين يجرحوه ولا يعموا عينيه ولا حتى يبطئوه، قوته فوق اي حدود معروفة. واللحظة افتكروا ان الفخ هيشتغل، لكن العملاق وقف ورفع نفسه بشويش وبصوت مرعب قال دوت خبيث، وبعدها وجه مسحة مباشرة للمكان اللي الطفل موجود فيه. ولما اخيرا لقى الطفل مشى ناحيته بخطوات عملاقة، بس الابطال طبعا مش هيسيبوه ياخدوا كده، واحد ورا التاني وقفوا في طريقه مستعدين يمنعوه مهما كان الثمن. بس قوة اكل الكواكب كانت ساحقة عزيزي المشاهد، فدوس لايك. بحركة واحدة رمى بنجرين برا ساحة المعركة. جوني من غير ما يفكر بيرمي نفسه عشان ينقذ صاحبه. في الوقت ده مستر فانتاستيك بيواجه جلاكتيكوس مباشرة بكل التصميم، وبيحاول يوقفه باستخدام جسمه المطاطي، بس العملاق بيمسكه بايده وبيبدا يشده ويطوله، كانه بيختبر اقصى حدود تحمله ببرود علمي. كان على وشك يقطع نصين لحد ما بينه وجوني رجعوا في اخر لحظه واتدخلوا وانقذوا الموقف. وسط الفوضى دي جلاكتيكوس بيتقدم بخطوات ثابته ناحيه الطفل، بيشيله بايديه بحنيه غريبه تخلي القلب يقف، وبصوت عميق بيهمس له انت خلاصتي، جه وقتي عشان اكل. بس هو ما حسبش حساب قوه الام. ستورم اللي كانت مليانه غضب وحب ركزت كل طاقتها، غضبها كأم فجر طاقه خفيه وقاتله، بدات تدفع جلاكتيكوس بموجات من القوه تضعفه شويه بشويه وتخليه يرجع لورا. بشجاعه وتركيز وجهته بالظبط لنقطه الفخ البعد اللي كانوا محضرينه، وجوني واقف من بعيد بيراقب كل حاجه مستني اللحظه. اول ما جلاكتيكوس وصل للمكان المحدد شغل الاله، ومضه من الطاقه لفت العملاق الكوني، وفي لحظه الخطه نجحت. جلاكتيكوس اتسحب واترمى على اطراف الكون زي ما كانوا مخططين بالظبط. الطفل وبفرق بسيط جدا ابوه قدر ينقذه في اخر لحظه، لكن ستورم وقع. المجهود اللي عملته عشان تطلق القوه دي كان فوق طاقتها. ولما الكل افتكر ان كل حاجه خلصت، الارض بدات تتهز. جلاكتيكوس راجع من جوه البعد اللي اتبعت له فيه، يحاول يخرج، شق بيتكون وفي ثواني بقى بيهدد انه يطلع تاني. جوني من غير تردد بيجهز نفسه يضحي، عارف ان مفيش حل تاني. بيبص لفريقه للمره الاخيره وبيقول هو بيبتسم ابتسامه مجروحه، قولوا للبيبي ان خاله جوني بيحبه. وكان هيرموا نفسه في الشق، لكن فجاه ظهرت شخصيه وسط تشوهات، شلابال. من غير ما تفكر زقت جوني بعيد ورمت نفسها هي في الفتحه، وباخر فعل فدائي ضحت بنفسها وخدت
جالاكتيكوس معالي الهوية. الخطة اللي كانت مرسومة وقتها الكل جرى على سو ستورم، كانت مرهقة ومصابة لكن لا لسه عايشة. الأم اللي تحدت أقوى كائن في الكون كله عشان ابنها. سو ستورم كانت نايمة من غير نفس، جسمها ثابت وكأنه استسلم بعد المجهود الرهيب اللي عملته. ريد جوزها كان بيحارب حالة الهلع وهو بيحاول يفوقها، كان بينادي باسمها وبيضغط على صدرها وبيترجاها ترجع، بس كل ده من غير فايدة. هي ما كانتش بترد، الصمت كان قاتل كأنه الكون كله حابس أنفاسه. وفجأة فرانكلين ابنهم الصغير بدأ يتوتر. في حضن واحد من أعضاء الفريق كان بيتحرك بجنون، كان عايز يقرب منها، كان بيعيط وهو مادد إيده الصغيرة ناحيتها كأنه حاسس بغيابها أكتر من إنه مجرد جسدي. لما شافوا رد فعله قرروا يحطوه جنب جسم أمه الساكن، وساعتها حصل اللي ما كانش حد متوقعه. طاقة دافية وقوية شبه سماوية طلعت من الطفل، وفجأة قلب سو ستورم رجع يدق، اكسجين دخل رئتها وعينيها فتحت. هي كانت عايشة، وفرانكلين كأنه فاهم اللي عمله، قعد يسقف بفرحة بريئة. وسو بصت له والدموع في عينيها، وبعدين بصت لريد بصوت ضعيف بس مليان دهشة، قالت له حسيته، حست بطاقته، ابننا مش زينا، هو أقوى بكتير. الكوكب كله اتنقذ والطفل كمان، دلوقتي حتى أمه رجعت بفضله. مهمة كده تمت بنجاح. الفانتاستيك فور اللي بقوا 5 دلوقتي اتجمعوا وسط الناس، والناس كانوا بيهتفوا لهم ويحتفلوا ببطولتهم، وعشان يشكروهم قدموا لهم بدلة صغيرة عليها رقم 5 مطرز على الصدر، إشارة رمزية لعضو العيلة الجديد. بس ريد وسو رفضوا بهدوء وابتسامة وقالوا لسه بدري، فرانكلين لسه طفل صغير. وقبل ما يتقدموا رسميا للعالم انذار ضرب في أجهزة الاتصال بتاعتهم، ومن غير ما يقولوا كلمة اختفوا، وبكده يكون انتهى الفيلم. لكن في مشهد بعد التترات عزيزي المشاهد، عدى 4 سنين وفي هادي، سو ستورم قاعدة ببيتها على كنبة مريحة وفرانكلين على حجرها. الولد بيسمع باهتمام وهي بتقرا له كتاب، كل حاجة كانت رايقة. سو ستورم قامت لحظة عشان تجيب كتاب تاني من المكتبة، غابت ثواني بس لما رجعت فرانكلين ما كانش لوحده، قدامه بصمت واقف شخص لابس كاب اسود ووشه متغطي بقناع، شكله كان دكتور دوم. يعني كده الاربعه الخارقين هيرجعوا في فيلم افنجرز دومز داي. ودلوقتي فعلا تكون خلصت القصه، لحد ما نتقابل تاني. لو عجبك الفيديو ديسلايك واشترك في القناه وسيب لي رايك في خانه التعليقات. كان معكم اخوكم المعلق الناري من قناتكم ملخصات بتعليق ناري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.